بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي أبطال الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر محروس إمام، معلم أول ألف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير تاريخ. هنكمل معاكم شرح منهجنا السنة دي. وصلنا للدرس الخامس في الوحدة الأولى بعنوان النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في بلدي. يعني إيه النباتات الطبيعية؟ النباتات اللي احنا بنزرعها، النبات لا، اللي احنا بنزرعه في الغيط او حتى لو بتزرعه عندك في البلكونه او الكلام ده بنسميها محاصيل زراعيه، احنا اللي بنزرعها. انما النباتات الطبيعيه من اسمها كده طبيعيه، يعني من عند ربنا، هي اللي بتطلع لوحدها كده بالبلدي. هي النباتات التي تنمو تلقائيا، محدش بيقرب لها، لوحدها كده سبحان الله. هي التي تنمو تلقائيا دون تدخل الانسان. دون تدخل مين؟ الانسان. طيب ده معنى كلمه النباتات الطبيعيه. طب ايه الحيوانات البريه؟ الحيوانات اللي عندنا في البيت او في القريه او في الحظيره، اللي هو البيت اللي تلاقي الفلاح عندنا في القريه عنده اوضه كده ورا البيت بيحط فيها الحيوانات، اسمها الحظيره. فدي حيوانات احنا بنربيها بنستأنسها، زي الابقار والجاموس والاغنام والماعز والحاجات دي. انما الحيوانات البريه هي الحيوانات التي لا تربى في المنازل ولا في الحظائر، ما بنربيهاش، بتعيش لوحدها كده في الصحراء او في الزرع او الكلام ده كله. تمام كده؟ يبقى ده شرح العنوان بتاعنا. يبقى النباتات الطبيعيه هي النباتات اللي ايه؟ التي تنمو تلقائيا، وده مفهوم هنحفظه دلوقتي. تمام؟ والحيوانات البريه اللي احنا مش بنربيها بالبلد يعني. بعد كده هنبدأ بقى نتكلم على الدرس بتاعنا. بيقول لي إن مصر بتشارك في يوم اسمه اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. يعني إيه التنوع البيولوجي ده؟ اليوم العالمي للتنوع البيولوجي ده يوم 22 مايو، تمام؟ من كل عام. يعني إيه التنوع البيولوجي؟ جايب لك التعريف أهو. هو تنوع الحياة النباتية والحيوانية على كوكب الأرض. هنلاقي كوكب الأرض الكبير ده فيه نباتات متنوعة وفيه حيوانات متنوعة. وخلي بالكم يا أولاد، التنوع ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى التنوع البيولوجي هو يقصد به تنوع الحياة النباتية والحياة الحيوانية على كوكب الأرض، وكذلك تنوع البيئات التي تعيش فيها. أكيد النباتات اللي جنب البحر غير اللي جنب النهر، غير اللي في الصحراء، غير اللي في الغابات، غير اللي مثلا حشائش طبيعية. تمام؟ كذلك الحيوانات اللي بتعيش في الغابات غير اللي بتعيش في الحشائش الطبيعيه، غير اللي بتعيش في البحر او بتعيش في الصحراء او الكلام ده كله على بعضه بنسميه ايه؟ التنوع البيولوجي. يبقى التنوع البيولوجي تنوع الحياه الحيوانيه والحياه النباتيه على كوكب الارض وتنوع البيئات اللي بتعيش فيها. تمام؟ ده اول مفهوم هنحفظه. فمصر بتشارك في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. قلنا عالمي يعني العالم كله بيشارك في اليوم ده. طب بيعملوا ايه فيه اليوم ده يا جماعه؟ زي الحاجات اللي خدناها في سنه رابعه، اليوم العالمي لكذا وكذا. اليوم العالمي هنا للتنوع البيولوجي لتوعيه الناس، لتعريف الناس، عشان نوعي الناس ونفهمهم اهميه البيئه وضروره الحفاظ عليها، ان احنا نحافظ على الحيوانات الطبيعيه، الحيوانات البريه والنباتات الطبيعيه، لان التنوع نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ده نظام متكامل ربنا سبحانه وتعالى عمله، واحنا لازم نحافظ عليه، ما نتدخلش فيه ونفسده. يبقى لماذا تشارك مصر في اليوم العالمي للتنوع البيولوجي اللي هو يوم 22 مايو؟ للتوعية بالتنوع البيولوجي وأهميته للإنسان والبيئة وضرورة حمايته. تمام؟ طيب، مصر جزء من العالم. احنا قلنا التنوع البيولوجي تنوع الحيوانات والنباتات على سطح الارض. مصر جزء من العالم. مصر لوحدها بسم الله ما شاء الله تمتلك ثروة نباتية وحيوانية لها قيمة اقتصادية عالمية. تمام؟ يبقى مصر كجزء من العالم عندها تنوع بيولوجي الحمد لله. يبقى اول مفهوم حضرتك هتحفظه هنا التنوع البيولوجي. وبعد كده عندك النباتات الطبيعيه. قلنا النباتات الطبيعيه هي النباتات التي تنمو تلقائيا دون تدخل مين؟ الانسان. هنبدا نجيب الموضوع من ايام مصر القديمه. المصريين القدماء اجدادنا اللي عملوا الحضاره العظيمه، زي الدرس اللي خدناه الدرس الثاني، عرفوا خصائص النباتات الطبيعيه واستخدموها في العلاج. يعني ايه عرفوا خصائصها؟ عرفوا حياتها واهميتها وبتطلع ازاي وبنستفاد منها ازاي. ادي كلمه خصائصها يعني بشكل بسيط. يبقى عرف المصريون القدماء خصائص النباتات الطبيعيه واستخدموها في العلاج. طب احنا عرفنا الكلام ده منين؟ احنا دلوقتي في التاريخ الحديث عرفنا ازاي ان المصريين القدماء من الاف السنين عرفوا اهميه النباتات الطبيعيه من خلال الاثار اللي وجدناها على المعابد، على الاثار. لا، لقينا ورق اسمه ورق البردي. ورق البردي اللي هو الورق اللي لونه غامق شويه كده، عامل زي ما تكون انتوا بتقولوا مدلوق عليه قهوه يعني كده. ورق قديم كده بيتلف، كانوا بيكتبوا عليه كلمات. فاحنا في العصر الحديث لقينا برديتين، برديه اسمها برديه هيرست وبرديه ايبرس.
دول البرديتين دول بيتضمنوا معلومات عن النباتات الطبيعية واستخدامات المصريين القدماء لها. تاني، كيف عرفنا ان المصريين القدماء استخدموا واستفادوا وعرفوا خصائص النباتات الطبيعيه واستخدموها في العلاج؟ من خلال برديتين، برديه هيرست وبرديه ايبرز. طب البرديتين دول اتكتبوا في اي زمن في التاريخ القديم؟ اتكتبوا في عصر الدوله الحديثه، بالتحديد في عصر الملك امنحتب الاول، احد ملوك الدوله الحديثه. تمام؟ طيب ايه النباتات الطبيعيه اللي المصريين القدماء استخدموها اللي وعرفوا خصائصها واستخدموها في العلاج وصناعه العطور البرفانات يا جماعه؟ يبقى هنا لما يقول لي استخدم المصريين القدماء النباتات الطبيعيه في العلاج والعطور، الصنت وده شجر موجود عندنا لحد دلوقتي، والخروع واللوز والزيتون والياسمين والشعير والزعفران، وتقريبا كل هذه النباتات موجوده لحد دلوقتي بتستخدم. اكيد عدى عليك واحد من دول شفته في البيئه بتاعتك لو انت من الارياف، او حتى في المدينه. في الياسمين ناس كتير بتزرعه كزينه، وزيت الزيتون عارفين، والزعفران واللوز والخروع. تمام؟ يبقى دي النباتات اللي المصريين القدماء استخدموها في العلاج وصناعه مين؟ العطور. بعد كده عندنا العوامل المؤثره في تنوع النباتات الطبيعيه في مصر. احنا عندنا النباتات الطبيعيه متنوعه. ايه العوامل اللي بتؤدي لهذا التنوع؟ ايه سبب هذا التنوع؟ عندنا 3 حاجات. اول حاجه تنوع المناخ ما بين الصيف والشتاء. 2 مدى توافر المياه العذبه. رقم 3 تنوع البيئات. يبقى العوامل اللي بتؤثر في تنوع النباتات الطبيعيه في مصر 3 حاجات: تنوع المناخ ما بين الصيف والشتاء، و2 مدى توافر الميه، رقم 3 تنوع البيئات. وهنبدا نتكلم عليهم توزيع بقى النباتات في البيئه المصريه. احنا قلنا مصر فيها نباتات متنوعه. فاكرين الدرس بتاع التضاريس سطح مصر مش قسمناه ل4 وحدات تضاريسيه؟ لا، هنا بقى في النبات الطبيعي هنقسم مصر ل3 مناطق. 3 مناطق. المنطقه الاولى الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم، وهنشوف ايه النباتات اللي بتعيش فيها والحيوانات البريه اللي بتعيش فيها. المنطقه الثانيه الصحاري المصريه، وهنشوف ايه النباتات والحيوانات اللي بتعيش فيها. المنطقه الثالثه منطقه الساحل الشمالي على البحر المتوسط، وهنشوف ايه النباتات والحيوانات اللي بتعيش فيها. نبدا باول منطقه. يبقى احنا هنا نتكلم على توزيع النباتات الطبيعية في مصر. أول حاجة منطقة وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم زي ما خدنا في الدرس برضو بتاع التضاريس إن هي المنطقة اللي فيها زراعة عشان فيها نهر النيل، فبتلاقي نهر النيل وموجود جنبيه حاجات بتاخد منه مية توصلها للأرض الزراعية اسمها الترع. فتلاقي على جنب الترعه من ناحيتين، شط الترعه ده والشط ده، او الضفه دي والضفه دي، بتلاقي في نباتات طالعه كده لوحدها محدش زرعها. دي نباتات ايه؟ نباتات طبيعيه. يبقى بما تفسر تنمو النباتات الطبيعيه في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم على ضفاف الترع والمصارف بسبب توافر ميه عذبه وتربه ايه؟ خصبه. ما هي التربه طينيه خصبه والميه ميه ايه؟ عذبه. طب هنا بيقول لي على شواطئ الترع والمصارف. هتقول لي يا مستر احنا الترعه عارفينها، طب ايه المصرف؟ وخصوصا الناس بتوع المدينه ما يعرفوش يعني ايه المصرف. المصرف يا اولاد، انا عندي الارض الزراعيه كده مثلا، بتلاقي اول الارض في ترعه ماشيه كده، الميه ماشيه فيها والفلاحين بياخدوا منها الارض بياخدوا منها الميه ويروا بيها الارض. تمام. طب لو انا مره غلطت والميه زادت مني حبه، بعمل ايه؟ بيجوا الحكومه او الدوله جت في الناحيه الثانيه من الارض وحفره ترعه كده بس مش سايبه فيها الميه. الترعه دي بتبقى منخفضه، فاجي انا كفلاح بعد ما رويت الارض والميه زادت عندي اصرف الميه في الترعه المنخفضه من الناحيه الثانيه، ده اسمه مصرف. يعني برضو الميه فيه بتبقى ميه عذبه بس فيها شويه ايه؟ يعني شويه تلوث شويه من الارض الزراعيه. يبقى الترعه يعني هو مش مطلوب منكم بس انا بحاول افهمها لكم. يبقى تنمو النباتات الطبيعيه في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم على شواطئ الترع والمصارف بسبب بما تفسر بسبب توافر المياه العذبه والتربه مين؟ الخصبه. ايه النباتات بقى اللي بتنمو في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم؟ نبات اسمه نبات الحلفه. تمام. واشجار بتنمو على ضفه الترع من هنا ومن هنا اسمها اشجار الكافور والجميز. الكافور وايه؟ والجميز. يبقى نبات الحلفه والكافور والجميز. بعد بس كده لا، في بعض النباتات بتنمو بقى في الترعه كده نسميها البوص، تلاقيها جوه كده في الميه. تمام. وبتلاقيها برده كده لو انت هنا من القاهره وانت رايح عند ناحيه شط كورنيش المعادي كده، في من التحرير للمعادي في بعض المناطق كده في نهر النيل فيها البوص دون. تمام. يبقى هنعيد تاني. يبقى الوادي والدلتا ومنخفض
ومنخفض الفيوم النباتات الطبيعيه اللي بتنمو هناك نبات الحلفه واشجار الكافور والجميز، الكافور وايه والجميز، وبعض النباتات المائيه اللي بتنمو جوه الميه لجوه كده شويه زي البوص، زي ايه البوص. طب ايه بقى الطيور والحيوانات البريه اللي بتعيش في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم اللي هي البيئه الزراعيه؟ عندنا طائر ابو قردان اللي هو اللون ابيض ورجليه رفيعه وسودة، ده اللي هو بنسميه صديق الفلاح، بيساعد الفلاح في تنقيه الارض من الحشرات، يبقى طائر ابو قردان. تمام كده. ويندر وجود الذئاب والثعالب، ما بنلاقيش ذئاب وثعالب كتير في البيئه الزراعيه بسبب كثره النشاط والزراعه ووجود الانسان، فهربت للصحاري. هربت لايه؟ للصحاري. يبقى دي اهم النباتات والحيوانات البريه التي تعيش في الوادي والدلتا ومنخفض مين؟ الفيوم. نيجي للمنطقه الثانيه اللي هي الصحاري المصريه. الصحاري مين؟ الصحاري اللي هو الصحراء الغربيه والصحراء الشرقيه وشبه جزيره ايه؟ سيناء. اولا الصحراء يا اولاد، لو انا قلت لك نباتات فيها تقول لي يا مستر نباتات ايه ده؟ هي صحراء، هي كده، هو كده صحراء. يعني ايه صحراء؟ يعني صحراء، يعني ما فيهاش حاجه، يعني رمله، يعني صخور. ايوه برافو عليك، انت صح ولد 100 100 وشاطر ومثقف. الصحاري بتكون فقيره في النباتات الطبيعيه، يعني فيها نباتات طبيعيه بس مش كتير. طب ليه هي فقيره؟ بسبب ما فيش ميه، بسبب ندره المياه. تمام. يبقى النباتات الطبيعيه في الصحاري المصريه فقيره في نباتاتها الطبيعيه بسبب ندره الامطار وارتفاع الحراره. وارتفاع مين؟ الحراره، وخاصه في فصل الصيف. في فصل ايه؟ الصيف. ايه بقى بعض النباتات اللي بتنمو في البيئة الصحراوية؟ ربنا يا ولاد سبحانه وتعالى ادى النباتات اللي بتعيش في الصحراء بعض الخصائص لكي تتكيف، لكي تتأقلم، لكي تتعايش مع الظروف الصعبة اللي هي فيها. ايه الظروف الصعبة؟ اللي هو قلة المياه وارتفاع درجات مين؟ الحرارة. فتتكيف ازاي؟ مثلا يكون ليها جذور عميقة عشان تمتص المياه الجوفية، او تكون الاوراق بتاعتها بتتحمل الجفاف وارتفاع درجات مين؟ الحرارة. يبقى تاني الصحاري المصرية مالها يا مستر؟ فقيرة في النبات الطبيعي بسبب ندرة الأمطار، ندرة المياه، وارتفاع الحرارة. وارتفاع مين؟ الحرارة. ليها بعض الخصائص إن هي تتحمل الجفاف والحرارة، لها جذور طويلة لتصل للمياه الجوفية. طب إيه أمثلة للنباتات اللي بتنمو في الصحراء؟ الصبار والتين الشوكي والخروع والنخيل. الصبار والتين الشوكي والخروع والنخيل، دي النباتات اللي بتنمو في الصحاري المصرية. طب نيجي بقى للحيوانات البرية، برضو حيوانات سبحان الله بتتحمل الجفاف، تتحمل قلة المياه، زي الجمل اللي انتوا بتسمعوا عنه سفينة الصحراء، وزي الغزالة من الحيوانات سريعة الجري، وزي الزواحف زي التعابين. تمام كده. وزي اليربوع. اليربوع ده كده حاجه اكبر من الفار، طويله كده، بنسميها بالبلد احنا الجربوع. تمام كده. يبقى تتحمل الجوع والعطش زي الجمل واليربوع، والزواحف زي الثعابين، وحيوانات سريعه كالغزال. كل ده يتحفظ. تمام. يبقى الصحاري النباتات اللي فيها التين الشوكي والصبار والنبات النخيل. الحيوانات البرية الجمل واليربوع والزواحف زي الثعالب، وحيوانات سريعة الجري زي مين؟ زي الغزلان. نيجي بقى لثالث منطقة، الساحل الشمالي على البحر المتوسط. على البحر مين؟ الساحل الشمالي من بعد اسكندرية كده لحد السلوم. دي تتميز ان هي فيها نباتات طبيعية. طبعا المنطقة دي يا ولاد بيسقط فيها المطر في فصل الشتاء. في فصل ايه؟ الشتاء. فهنا هتنمو فيها الحشائش التي تصلح لرعي الحيوانات، حشائش قصيرة كده. تمام. وبتنمو فيها كمان بعض الاشجار زي اشجار التين والزيتون واللوز. نشوف الكلام ده. النباتات الطبيعية تنمو بها النباتات التي تصلح لرعي الحيوانات، وكذلك بتنمو فيها بعض الأشجار بسبب سقوط الأمطار الشتوية. هنا في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم قلنا في نباتات على ضفاف الترع أو شواطئ الترع والمصارف بسبب المية العذبة والتربة إيه؟ الخصبة. برافو عليكم. إنما في الساحل الشمالي في بعض النباتات التي تنمو والأشجار، أو النباتات التي تنمو وتصلح لرعي الحيوانات، وبعض الأشجار زي التين والزيتون واللوز بسبب سقوط الأمطار مين؟ سقوط الأمطار الشتوية. ماشي؟ دول الثلاث مناطق اللي بتتركز فيهم النباتات الطبيعية بشكل رئيسي فين؟ في مصر. نيجي بقى لأهمية النباتات الطبيعية. هي النباتات الطبيعية دي إيه لازمتها؟ بنستخدمها في إيه؟
ما احنا لسه متكلمين ايام المصريين القدماء، برافو عليكم، بيستخدموها في العلاج وصناعه بعض ومستحضرات التجميل زي زيت الزيتون وزيت اللوز ومش عارف وكذلك العطور، البرفانات، الياسمين والحاجات دي كلها، يبقى تستخدم في صناعه الادويه، بعض الحاجات اللي بنتعالج بيها، والعطور ومستحضرات التجميل. ادي اول واحده. برضه لسه متكلمين في الساحل الشمالي، مش قلنا بالساحل الشمالي على البحر المتوسط بتنمو نباتات تصلح لرعي الحيوانات؟ خلاص مفيش مشاكل. فهنا برضه بتستخدم لرعي الحيوانات البريه، قلنا الحيوانات البريه اللي بتعيش لوحدها محدش بيديها اكل. يعني احنا الراجل الفلاح اللي عندنا في البلد عندنا هو بيربي الحيوانات الابقار والجاموس والاغنام والماعز ويجيب لها اكل ياكلها، لكن الحيوانات البريه بتعتمد على نفسها مع نفسها، فهنا بترعى على هذه النباتات اللي بتنمو. برضو الجماعة البدو اللي هم في الصحراء زي بدو مرسى مطروح، محافظة مطروح، هناك عندهم أغنام جميلة جدا جدا بنجيبها بنضحي بيها، مثلا تكون أغنام نظيفة بتاكل حشائش وأعشاب طبيعية. فهنا بنقول إيه؟ يستخدم بعضها كغذاء للحيوانات البرية كما يستخدمها سكان البدو في رعي الحيوانات. يبقى يقول لك ما هي الأهمية الاقتصادية للنباتات الطبيعية بالنسبة لسكان البدو؟ أقول له إيه فايدتها؟ يعني معنى السؤال إيه فايدة النباتات الطبيعية لسكان البدو؟ ممكن نقول يستخدموها عادي في صناعة العطور ومستحضرات التجميل والأدوية، مفيش مشاكل، بس الفايدة المباشرة اللي بترجع عليهم إن هم بيستخدموها في رعي الحيوانات. رعي إيه؟ الحيوانات. ثالث أهمية، بتلاقي بعض المناطق اللي فيها نباتات طبيعية أو حيوانات برية بتبقى مناطق جميلة، مناطق جذابة، مناطق جميلة جدا، فبيروح لها السياح، يبقى تستخدم في جذب السياح، في جذب ايه؟ السياح، زي مثلا سياحة السفاري، البيتش باجي بقى في الصحراء ومش عارف ايه والكلام ده. تمام؟ يبقى هنقول ان النباتات الطبيعية 3 فوائد. اول حاجة بعضها يصلح لرعي او تستخدم في رعي الحيوانات البرية وكذلك البدو في رعي الحيوانات بتاعتهم. رقم 2 تستخدم في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور. رقم 3 بعض المناطق اللي فيها نباتات طبيعية وحيوانات برية تكون ذات مناظر طبيعية جميلة، ولذلك تستخدم في جذب السياح. جذب ايه؟ السياح عشان يستمتعوا بمناظرها الجميلة الخلابة والحيوانات النادرة. ورغم الأهمية الكبيرة للنباتات الطبيعية والحيوانات البرية، إلا أنه هناك بعض الأخطار التي تهدد الحياة البرية في مصر. يعني الحياة البرية يعني النباتات الطبيعية والحيوانات البرية. إيه أهم هذه الأخطار؟ أول حاجة ندرة المياه. المياه لما تقل يا ولاد أكيد الحيوانات دي هتموت والنباتات دي هتتأثر وتموت. رقم 2 تغير المناخ. المناخ بيتغير. إزاي تغير المناخ؟ يعني بنلاقي دلوقتي الصيف واحنا لسه طالعين من فصل الصيف الجو حر جدا جدا اكتر من المعتاد. طبعا احنا بنشغل التكييفات، بنشرب ميه بمراوح، بنقعد في الظل، الكلام ده. الحيوانات دي طول عمرها عايشه في درجه حراره مثلا عاليه، بس مش عاليه قوي. لما عليت قوي فده هيؤثر عليها، ممكن تموت. كذلك بعض النباتات لما درجه الحراره ترتفع برضه هتاثر عليها. رقم 3 الصيد الجائر للحيوانات البريه والطيور البريه. صيد جائر. جائر كلمة جور يا ولاد في اللغة العربية يعني ظالم، يعني صيد أكتر من اللازم. يعني في بعض الناس بتطلع في الصحاري وتصطاد الغزلان، مفيش مشاكل، أو بعض الطيور ماشي، لكن لو الصيد كتير جدا 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 ممكن في يوم من الأيام نلاقي النوع من الحيوانات دي أو الطيور انتهى خالص. تمام؟ يبقى نقول لحد دلوقتي ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة أو تغير المناخ والصيد الجائر للحيوانات والطيور البرية. رقم 3 من الأخطار اللي بتهدد الحياة البرية في مصر التلوث اللي بيعمله الإنسان بسبب النشاط الصناعي والزراعي. تاني، التلوث الناتج عن النشاط الإنساني أو البشري بسبب النشاط الصناعي والزراعي. الدخان بتاع المصانع ماشي فاهمينه، طبيعي. حكاية الأنشطة الزراعية في التلوث البيئة، لما مثلا تلاقي فلاح يسرف في استخدام المبيدات الحشريه او الاسمده الكيماويه هتموت بعض النباتات او بعض الطيور والحيوانات. او مثلا بعض الفلاحين زي ما خدنا بيعملوا موضوع حرق قش الارز، لما يحرقوا الارز كتير هيحصل سحابه سوداء هتلوث برضو البيئه. تمام؟ كل ده هيهدد الحياه البريه. اخر حاجه ازاله بعض او الكثير من النباتات الطبيعيه لزراعه محاصيل زراعيه مكانها. واحد يلاقي منطقه كده فيها شويه تين شوكي ولا شويه صبار يجي مقطعهم كلهم ويقول لك ازرع. هو مفيش مشاكل، المحاصيل اللي احنا بنزرعها زي الخضار والفواكه مفيده، بس لو زدنا قوي وقطعنا وأزلنا كل النباتات الطبيعيه
هنا في ايه؟ في مشكله، في خطر يهدد الحياه مين؟ البريه. يبقى اعيدهم تاني، من الاخطار اللي بتهدد الحياه البريه في مصر ندره المياه وتغير المناخ والصيد الجائر للطيور والحيوانات البريه والتلوث الناتج عن الانشطه البشريه زي الزراعه والصناعه. اخر حاجه ازاله الكثير من النباتات البريه وزراعه محاصيل زراعيه مكانها. كل ده بيهدد النباتات الطبيعيه والحيوانات البريه بخطر كبير جدا اسمه خطر الانقراض. طبعا الكلمه دي اكيد عدت عليكم، زي لما اقول الديناصورات انقرضت زي ما بتشوفوها في الكرتون وانتم صغيرين والحاجات دي كلها. يعني ايه انقرضت؟ يعني اختفت. تمام؟ يبقى الانقراض اختفاء نوع او صنف من الحيوانات البريه او الطيور، من الحيوانات البريه او الطيور البريه او النباتات الطبيعيه بشكل كامل. يبقى انقرض يعني يختفي. تاني، اختفاء نوع من النباتات الطبيعيه او الحيوانات البريه بشكل كامل من الطبيعه. جايب لي امثله لبعض الحيوانات البريه اللي في مصر المهدده بالانقراض، زي الفهد المصري، زي الغزاله اللي بتعيش في الصحراء، زي السلاحف، سواء السلاحف اللي في الصحراء او السلاحف المائيه، البريه اللي في الصحراء او السلاحف مين؟ البحريه. تمام؟ دي الحيوانات المصريه المهدده بالانقراض. طيب، ده الخطر. ايه دور الدوله عشان خاطر تحمي الحياه البريه؟ احنا قلنا الحياه البريه مهمه والتنوع البيولوجي مهم. الدوله عملت ايه؟ الدوله طبعا ما اتحركتش، قامت الدوله، عفوا انا اسف، الدوله ما سكتتش، قامت بعده اجراءات اهمها انشاء ما يعرف باسم المحميات الطبيعيه. يعني ايه محميه طبيعيه؟ مساحه من الارض او الماء، ارض او ميه، تتميز عن غيرها من الاراضي اللي حواليها. تتميز بايه؟ بانها تضم نباتات طبيعيه او حيوانات بريه او طيور بريه او اسماك او حتى ظواهر طبيعيه. الحاجات دي كلها قيمه. قيمه ايه؟ قيمه علميه، قيمه ثقافيه، قيمه جماليه، قيمه سياحيه. تاني، هي مساحات من الارض او المياه تتميز بما تضمه، بأنه يوجد بداخلها، بيوجد بها: واحد، نباتات، حيوانات، أسماك، ظواهر طبيعية. طب احنا نعيد تاني، النباتات عارفينها زي النباتات الطبيعية اللي احنا لسه قايلينها، والحيوانات لسه قايلينها مفيش مشاكل. طب وأسماك برضو، في بعض الأسماك النادرة زي السلاحف والكلام ده فاهمينها. يعني إيه ظاهرات طبيعية ذات قيمة؟ يعني مثلا يا أولاد عندنا في الصحراء البيضاء، الصحراء البيضاء دي منطقة في الصحراء الغربية. طبعا الصحراء بشكل عام لونها أصفر، لكن الصحراء البيضاء دي شكلها بيضة جدا 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 جدا، فدي لها قيمة جمالية وسياحية، فلازم الدولة تعمل لها إيه؟ تحميها، تحافظ عليها. يبقى تعريف المحمية الطبيعية تاني: مساحات من الأرض أو المية تضم طيور، نباتات، حيوانات، أسماك، ظواهر طبيعية. مالهم دول كلهم؟ لهم قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية. طيب ايه بقى اهمية المحمية الطبيعية؟ اتعملت ليه المحمية الطبيعية دي؟ لحماية هذه الطيور او الحيوانات او الاسماك من خطر الانقراض. لذلك يمنع في المحمية الطبيعية، يحظر الصيد في هذه المحمية او اتلاف النباتات النادرة دي. طب الدولة يعني برضو مش فاهم يعني ايه محمية. برضو الدولة بتقول ان الحتة دي فيها نباتات نادرة وحيوانات نادرة، فتيجي معلقة يفط وتقول ان دي محمية طبيعية اسمها محمية كذا. مصر فيها حوالي 30 محمية وزيادة، فبتعلق يفط وتجيب حرس وتحاول ترعى الحيوانات دي كمان يا اولاد. يعني انت حضرتك يبقى حاطط يافطة هنا محمية طبيعية، يبقى حضرتك ما تصيدش هنا، تحاول تحافظ على النباتات دي، تيجي تزورها وتستمتع بيها، ما فيش مشاكل، محدش هيقول لك حاجة، بس ما تأذيهاش. بس كده هو ده المحمية الطبيعية؟ لا، الحيوانات اللي بتعيش هنا مش ممكن تمرض ويجي لها فيروسات او امراض زينا بالظبط. هي بتتعافى مع نفسها لانها متعوده، ربنا بيساعدها. لكن لو الانسان تدخل او الحكومه تدخلت ووفرت لها رعايه بيطريه هتساعدها على ان هي ايه؟ تشفى بسرعه وتتكاثر وتزيد بدل ما تنقرض. كذلك بعض النباتات لو الحكومه حاولت مثلا توفر لها ميه او الكلام ده، كل ده اسمه محميه طبيعيه. يبقى تعريف المحميه الطبيعيه: مساحات من الارض او المياه تضم حيوانات، نباتات، طيور، أسماك أو ظواهر طبيعية لها قيمة ثقافية، علمية، سياحية، علاجية. طب إيه أهمية المحمية الطبيعية؟ حماية النباتات الطبيعية والحيوانات والطيور البرية والأسماك من خطر الانقراض. لذلك يحظر يعني يمنع الصيد فيها أو إتلاف المحاصيل. عندنا امثله للمحميات الطبيعيه، هناخد 3 محميات. المحميه الاولانيه اللي هنتكلم عليها بالتفصيل شويه دي موجوده هنا في شمال سيناء، دي محافظه شمال سيناء. لو انتم فاكرين المحافظات الصحراويه من سنه رابعه، محافظه شمال سيناء
في الشمال هنا في محمية اسمها محمية الزرانيق. محمية مين؟ الزرانيق. الطيور يا اولاد سبحان الله ربنا بيديها الهامات او حاجات انها تعرف التغيرات الجويه. ففي الطيور اللي بتعيش في قاره اوروبا وفي قاره اسيا، لما ينزل الشتاء، لما يدخل الشتاء ويبدا الجو يبرد وتنزل تتساقط السلوب، فالطيور دي بتعمل ايه؟ بتسيب اوروبا وتهاجر تروح للقاره اللي فيها دفء، اللي هي قاره مين؟ قاره افريقيا. فيا مستر يا نهار ابيض، من اوروبا اللي هي فوق البحر المتوسط هنا تنزل توصل لافريقيا؟ ايوه، المسافه الطويله دي، وكمان من اسيا. فاول محطه، اول يابس بيقابلها كده في الشمال عند شمال افريقيا هي المحميه دي، محميه الزرانيق. فبتنزل فيها الطيور عشان تريح وعشان ايه؟ تتغذى وتاكل، بعد كده تكمل رحلتها لافريقيا. يبقى محميه الزرانيق موجوده في محافظه شمال سيناء، تعد المحطه الاولى لرحله الطيور المهاجره من اوروبا واسيا الى افريقيا. طب ليه الطيور بتهاجر من اوروبا واسيا لافريقيا؟ للهرب من بروده الجو والبحث عن الغذاء. البحث عن ايه؟ الغذاء والراحه. تمام؟ برضو المحميه دي فيها بعض الطيور زي البجعه والبط وابو قردان والصقر. ايوه، ابو قردان اللي لسه قايلينه في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. يبقى من امثله الطيور التي تعيش في محميه الزرانيق البجعه والبط وابو قردان ومين؟ والصقور. برضه فيها نباتات زي شجيرات اسمها شجيرات الشيح المعمره، معمره بتعيش سنوات كتيره جدا، ودي ليها زيوت عطريه جامده جدا. بعد كده عندنا في جنوب سيناء محميه اسمها محميه نبق، ومحميه في محافظه البحر الاحمر اسمها محميه مين؟ جبل علبه في محافظه البحر الاحمر. كده خلصنا الدرس بتاعنا، اتكلمنا فيه على النباتات الطبيعية أيام المصريين القدماء، وبعد كده اتكلمنا فيه على العوامل اللي بتؤثر في تنوع النباتات الطبيعية في مصر، وبعد كده خدنا توزيع النباتات الطبيعية في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم وفي الصحاري وفي الساحل الشمالي. بعد كده خدنا أهمية النباتات الطبيعية، ثم خدنا الأخطار اللي بتهدد النباتات الطبيعية. آخر حاجة خدنا دور الدولة في حماية هذه النباتات الطبيعية أو البيئة والحياة البرية بشكل عام من خلال إنشاء المحميات. درس جميل ولذيذ وسهل جدا جدا. شوفوا الفيديو مرة تانية، ولو عندك أي سؤال ابعته لي في الكومنتات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.